اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله فلافل او طعميه. جبت هنا فول المدشوش ده ونقعته حوالي ساعتين تلاتة كده، مش بطول عليه في النقع. بصوا اهو، طرى خالص معايا وبقى حلو اهو. بصوا، مش عايزاه انا اطول عليه في النقع عشان كل ما بتطولوا عليه الفلافل بتاعتكم بتشرب منكم زيت ومبتبقاش حلو. وهنا معايا ربطة كرات بتاعنا البلدي ده، ومن كل حزمة من الخضرة يعني نصها، عودين كزبرة على عودين شبت على عودين بقدونس، من كل حاجة عودين، وبس حزمة اللي هو الكرات ده. ومعايا بصلاية وكام فص توم يعني راس صغيرة كده، وقرن فلفل. هنعملها ايه بقى؟ الفلافل دي في ثواني، مش هتاخد منها حاجة. احنا بس هتجيبيه تنقيه وتنقعيه وبس كده، هو الشغل بتاعها غسيل الخضار بس مش اكتر، ونقع الفول. هنعملها بقى ايه في الخلاط سريعة كده. انا كنت جايبة كيلو ربع قبل كده الفول ده، اخدت نصه وعملته بصارة، وده نصه يعني، ده ربع وتمن، مش مكمل حتى نص كيلو يعني. فهنعملها عشان هخرط انا بقى الخضرة دي والبصل والفلفل ونرجع مع بعض. اهو يا حبيبي، خرطت بقى الخضرة والبصل بصوا معايا هنا حبة مية اهم، يعني حبة ربع، ما يكملش ربع كوباية كمان. احط حبة كده منهم كده في الخلاط اهو، ما يكملش والله يعني. بصوا، معلقتين اهو. هنزل بقى بالبصل والثوم والفلفل ده كده في الخلاط الاول، وهضربه. هضربهم حلو كده الاول. اه هضربها يا حبيبي يا حبايبي. انا عشان الصوت ما يزعجكوش هضربها وارجع لكم. بصوا بقى، انا ضربت البصل والثوم والفلفل، هنزل بقى بالخضره دي شويه شويه كده الاول، واضربها برضو عشان اعمل سوائل ان هي تضرب لي الفول. هضربها برضو ونرجع مع بعض. بصوا بقى يا حبيبي، انا ضربت بقى كده الخضره والبصل والثوم وقرن الفلفل. هننزل بقى شويه شويه كده بالفول ده، حبه حبه كده اهو، حبه حبه عشان يضرب معانا حلو كده. اضرب بقى حبه حبه كده. اهو بقى يا حبيبي، بصوا بيتضرب ازاي في الخلاط اهو. انا بقى هحط حبه حبه كده واضرب واكمل بقى ضرب عشان ما اطولش عليكم. هضربها كلها واوريها لكم في الاخر. اهو بقى يا حبايبي خلاص. بصوا اتضربت كويس اهي معايا اهي. انا طبعا بقيت احط حبه حبه وواحده واحده على الخلاط عشان الخلاط ما يبص منكم. واحده واحده هفضيها بقى اهو، هفضيها بقى ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبايبي، انا بفضيها اهو. بصوا ناعمه وجميله معانا ازاي اهي، زي الفل. انا طبعا بدات اضرب، احط حبه حبه كده واضرب واريح الخلاط. انتي لو انتي خايفه على الخلاط، لو انت خايفه على الخلاط هتعملي هتحطي مثلا البصل زي ما حطينا في الاول كده، والخضره والثوم والفلفل وكله، تضربيهم الاول كويس. بعد كده تنزلي بحبه فول، تضربيهم برضو تنعميهم جدا خالص زي كده. وبعد كده في مصفى السلك الناعمه خالص تصفيهم. وبعد كده بعد ما تصفيهم حطي حبه الميه اللي نزلوا من المصفى في الخلاط، واضربي بقيه الفول بتاعك حبه حبه برضو كده. هتضمني ان شاء الله ما فيش حاجه يعني، ما تخافيش. لو انت مش مستعجله وعايزه تخلصي على طول اعملي كده. انا ما عندي معايا وقت، مشيت مع الخلاط واحده واحده وضربته بالراحه. بص ناعمه اهي وجميله وزي الفل. انا هفضي بقى اللي في الخلاط ده كويس ونرجع بقى مع بعض. اهو بقى يا حبيبي، بصوا انا حطيتها في المصفى اللي هي السلك الناعمه خالص. صفت حبه الميه اللي احنا حطيناهم في الاول اهو، عشان تبقوا مطمنين وكده، اضمن ان هي ما تفكش منكم في الزيت يعني.
صفوها ايه حبه الميه. بصوا اهو، يعني يمكن زايده بس معلقه كمان. طبعا البصل بينزل ميه والخضره بتنزل ميه، فانا صفيتها في مصفى السلك اهم، فدي هنستغنى عنها الميه دي خلاص. هنا بقى معايا بصوا الفلافل في ثواني، بصوا اتعملت وجميله وهشه وجميله جدا، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. طبعا انا بقى ايه هقلي قدامكم اهو منها، فايه لما اجي اتبل ما تبلهاش كلها، يعني ما تتشالش متبله اهو، اللي انا هقليه بس اللي اتبله. معايا هنا بقى التوابل بتاعتها اللي هحطها لها. هنا كمون، ودي كزبره ولا ايه، وكمون وحبه فلفل اسود صغيرين كده، ودي كربوناتو او بيكنج باودر اللي يعجبكم حطوه، يعني حبه كده على سن المعلقه. هنزل بيهم بقى ايه على اللي هقليها كده، وهقلبهم واظبط لها بقى طبعا ملحها اهو، الحلو بتاعها بقى المظبوط. ونروح بقى ايه هقلبها كويس انا كده، وتقلبي كده اتجاه واحد، دخلي فيها هوا كده اهو. بصوا ما شاء الله هشه وجميله اهي. هنروح بقى على البوتاجاز نقلها مع بعض عشان اوريها لكم اهو. بقى يا حبيبي انا ولعت على الزيت، ههدي بس عليه النار كده شويه لحد ايه وننزل بيها كده. طبعا لو عايزين تحطوا سمسم بقى اللي انتوا عايزينه ايه حطوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهتبقى جميله معاكم زي الفل. بسم الله. ولا فكت منها ايه في الزيت قدامكم اهي ولا اي حاجه، بس ايه طفوها زي ما قلنا كده. هقلي بقى ايه هقليها انا كده حلو، وبرده ما تكتريش ايه في الطاسه قوي اهي. بصوا هعلي بقى عليها النار اهي. بصوا جميله ازاي وفاتحه وحلوه ومش غامقه ولا اي حاجه. خلي بالكم الخضره الكتير بتغمق الفلافل اهي. طبعا ايه بعد ما حطيتها عليت النار. بصوا جميله ازاي، هتعجبكم والله لما وسهله، ما خدتش اي وقت، الخلاط في ثواني. انا عندي المفرمه على فكره بتاعت الفلافل دي، بس دي اسهل يعني، وبعدين بتبقى ناعمه جدا زي بتاعت المحلات يعني اهي. بصوا لونها حلو جدا ازاي. هطلعها بقى وهعمل غيرها ونرجع مع بعض اهو. بقى يا حبيبي خلاص خلصنا قليه. بصوا جميله ازاي، هتعجبكم جدا لما تجربوها. بصوا بصوا بتقرمش ازاي اهي، هي سخنه بس بصوا من جوه زي الفل. هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. بصوا يعني انا عامله ربع وتمن يعتبر، عشان انا كنت جايبه كيلو ربع عملت نص. بصوا عمل كميه حلوه معانا يعني ب10 جنيه، وخضره بجنيه ونص. بصوا عملوا كميه حلوه جدا معانا اهو. بصوا فاضل كذا مره نعمل منها. طبعا انا دي مش حاطه عليها اي توابل، وانتوا برضو عايزين تحطوها بقى تكيسوها تحطوها في الفريزر في علبه، كيسوا على قد ما هتحتاجوا، وحطوها في الفريزر وتتجمد. من اما تحبي تعملي تطلعيها يعني ايه خليها رقيقه كده، من اما تحبي تعملي طلعيها قبلها بشويه كده بساعتين ولا حاجه وتبليها وكله واقلي على طول، هتبقى زي الفل معاكم. بصوا ب10 جنيه فول والله عمل كميه. هي بصوا احنا بنجيبها غاليه جدا من بره، وحبه توابل من عندنا من البيت، وبس بجنيه ونص خضره او ب2 جنيه خضره، يعني كل الحكايه ايه 12 جنيه ولا حاجه. بس كده يا حبيبي، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا لكم كده جوله في القناه، وكومنت حلو منكم، واللايك بتاعكم جميل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.